اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. جماعة احنا لو دققنا النظر في القطعة اللي قدامنا دي هنقول ان هي مصنوعة امبارح، مش هنقول ان هي بقالها كذا قرن مع حضارة بقالها 7000 سنة ويمكن اكتر. مش هنقول كده خالص. اللي انا اقصده ان اي قطعة اثرية مصرية بتظهر وكأن هي مصنوعة امبارح، مش عدى عليها اكتر من قرن. فالقطعة اللي قدامنا دي بتمثل الإله حورس على هيئة صقر، واللي ما يعرفش الإله حورس ده هو كان معبود من المعبودات اللي كان بيعبده المصري القديم زمان. فبنلاقي الإله حورس في القطعة اللي قدامنا بيظهر على هيئة صقر، أعلاه قرص الشمس بداخله جعران مجنح، وكأن الجعران ده بيحمي المركبة بتاعة جدنا الملك توت عنخ آمون، واللي بيرجع لعصر الأسرة 18 من عصر الدولة الحديثة. بس كده كانت معلومة بسيطة النهاردة في الفيديو بتاعنا. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بمعلومة جديدة. سلام.